الإهمال والفساد والحاجات اللي كلنا بنشوفها بنراها بأعيننا ونسكت، يبقى احنا معلش سوري نستاهل كل اللي بيجرى لنا ونستاهل كل اللي بيحصل لنا. عايزة اقولك ان الإعلام الإماراتي طالع بينهار وبيستنجد بملك المغرب. الإعلام الإماراتي كله عارف ومقتنع وواثق ان اللي بيحصل ده ما هو غير فساد، اللي بيحصل ده ما هو غير عبث. بس اللي انا عايزه اقوله واللي انا واثقه منه واللي انا محتاجاك تسمعه بدل المره مليون، ان الفساد ده اخره باطل، وان ايران لما تضرب في البلاد العربيه كده هي ما بتهددش، كده هي بتعادي، وكده هي بتفتح على نفسها فتحة تانية هي ما هياش هتبقى قدها. فاللي انا عايزة اقوله واللي انا عايزة اتكلم عنه الكلام اللي داير، الكلام اللي باخد بالي منه قبل ما اقوله. ملك المغرب طلع وهز الأمة العربية بتصريحاته. ملك المغرب طلع واتكلم الكلام اللي من وجهة نظري أنا شايفاه صح 100%. ملك المغرب لما يطلع ويتكلم ويحارب بنفسه في بلاد بتحارب بلاد عربية، يبقى الراجل ده عظيم جدا، يبقى الراجل ده كبير جدا، يبقى الراجل ده من الرجال اللي كلنا شاهدين وسامعين ان الموضوع كبير، الموضوع كبير جدا. فخلينا كلنا سامعين وشاهدين ان اللي بيحصل شيء مش عادي، مش عادي اللي احنا بنشوفه ده، بل بالعكس في كلام يدل على اللي احنا بنعمله ده حاجات غريبة. فريت يا جماعة ملك المغرب ده ما نقعدش نيجي عليه وما نقعدش نشتم فيه، وزي ما كلنا عارفين وزي ما كلنا شاهدين ان لازما ولا بد نبقى مع اخواتنا، نحارب مع اخواتنا، نتكلم مع اخواتنا. اللي يقول لاخواتنا بنرد عليه، ده كده كده لازما كده كده اي حد يجي على اخواتنا نرد عليه. ملوش لازمة خالص الناس اللي احنا بنشوفها بتقعد تهاجم والسلام، ملوش لازمة خالص ان الناس بتقعد تيجي على اشخاص احنا من وجهة نظرنا شايفين ان الموضوع صعب كلام عنه، وصعب ان انت تقعد تتكلم وتقعد تقول وتقعد تعمل. الكلام ده كله ما هو غير عبث بنسمعه. انا دي وجهة نظري انا. الا بالنسبة لإيران، إيران دي بلد عربية، إيران دي بلد عربية، عفوا بلد بتحارب في العرب. فلازم لو انت عندك نخوة تطلع وترد، لو انت عندك دم تطلع وترد، اطلع ورد واتكلم. هتبص تلاقي كل اللي حوالين منك عادي بيتكلموا وعادي بيقولوا وعادي بيحاربوا زيك زيهم. انما ان انت تسيب اخوك العربي يقاتل ويضرب ويعمل، ده شيء لا نخوة ولا دين ولا اي حاجة من الحاجات دي. فخلينا كلنا واثقين ومقتنعين ان اللي بيحصل شيء غريب وشيء ما ينفعش السكوت عنه، وشيء من الاشياء اللي مخلينا نتكلم وهنقعد نتكلم وسنظل هنقعد نتكلم. لان لما نلاقي ملك المغرب بنفسه هو اللي بيحارب وبنفسه هو اللي بيقاتل، يبقى ده راجل يترفع له القبعة، يبقى ده راجل قد الدنيا، يبقى ده راجل شايفينه مقتنعين ان هو
كويس كويس جدا. فيعني ياريت ثم ياريت كلنا لما نشوف الكلام ده لازما نتكلم، ولازما نعرف، ولازما ندير حوار محترم. فكلنا واثقين وكلنا عارفين ان اللي بيحصل شيء من الاشياء اللي قد تكون لازما تقدس، لازما تقدس، لان كل ده غلط. كل اللي احنا بنسمعه ده غلط، كل اللي احنا بنشوفه ده غلط. فياريت يا جماعة نبطل نهاجم، ونبطل نشتم، ونبطل نتكلم كلام ضال جدا 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 جدا. فربنا ان شاء الله ينصر اخواتي المحترمين.